معظم اللعيبه بعد ما تخلص مسيرتهم الكرويه بيروحوا للتدريب، بس حضرتك نقلت الاداره. حلو السؤال ده. لا هو انا الحمد لله يمكن كنت محدد شكل شغلي بعد ما بطل كوره، وكنت حاسس ان انا هبقى في الاداره اقدر ان انا اخدم فيها بشكل اكبر، لانه يمكن انا كنت بحب الشكل بتاع الناس اللي هم كانوا كاليبرز اللي كانوا موجودين في الحته دي ايام ما انا كنت بلعب، زي كابتن ثابت البطل مثلا، كنت بحب كابتن صالح سليم. يعني كان في ناس زمان كده بيبدوا هيبه للفريق وللنادي اللي هم بيمثلوه، واعتقد انه هم يمكن شويه ادوا طريقه للناس اللي جايه من بعدهم ان هم يتعاملوا بيها. وشايف انه الناحيه الاداريه او الحته اللي انا شغال فيها بقى كرئيس قطاع هي مش بس مقتصره على انه انا بشتغل شغل اداري، لانه لازم ابقى عندي من الخبرات اللي ليها دعوه بالناحيه الفنيه، لان انا بشرف على القطاع الفني والقطاع الاداري. كنت شايف انه الحته دي كمان السيكتور بتاع الناشئين والبراعم انا بحبه، لاني انا كنت شايف انه ده المشوار اللي انا كنت تألقت فيه وانا صغير، وكنت حابب قوي احس كل حاجه حسيتها وانا صغير وكانت ناقصه مش موجوده كنت عايز اديها للولاد. فدايما بحاول ان انا اعمل اللي انا كنت بتمناه لنفسي مع الولاد اللي هم زي كابتن يونس ابني. صح صح. في بيراميدز او في الانديه اللي انا اشتغلت فيها.